يا صباح الروايح الجميلة، ريحة السمن البلدي والقشطة. تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية قرص فلاحي على أصولها. يلا نشوف هنحضرها ازاي. 3 كوبايات ونص دقيق، معلقة كبيرة سمسم محمص، نص معلقة صغيرة ملح. هنخلط كل المكونات الجافة دي مع بعض. هنزل عليهم بكوباية إلا ربع سمنة بلدي سايحة، وهبدأ أبس المكونات دي كويس خالص لغاية ما الدقيق يتشرب السمنة. ودي مرحلة مهمة جدا بتخلي القرصة مورقة كده، مش زي العيش الفينو هشة وطرية وخلاص. بعد كده هجيب كوباية وربع لبن رايب، عليهم ربع كوباية سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وندوبهم. هنزل بيهم على المواد الجافة، وربع كوباية قشطة، ممكن وش اللبن أو قشطة فلاحي، ومعلقة كبيرة خل. دي بتخلي القرص هشة وجميلة. هبدأ أعجن كويس لغاية ما العجين كله يلم مع بعضه، وهوقف عجن، مش عايزين نبالغ في العجن علشان القرص تبقى مورقة من جوه. أنا مش عايزاها هشة زي الاسفنج وخلاص، أنا عايزاها تبقى مورقة. القرص الفلاحي بتختلف عجينتها عن أي عجين. هسيبها تختمر حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة هخرج منها الهواء، وأبدأ أشكلها لكرات متوسطة. الكورة تقريبا قد حجم البيضة كده، وهبدأ بقى أسويها كويس بين ايدي وانعمها كده علشان سطح القرصة يبقى متساوي. انا حضرت صينية ما دهنتهاش اي مادة دهنية خالص. هبدأ بقى افرد القرص في الصينية كده، وهشكل كل الكمية بنفس الطريقة. بعد كده هغطي القرص، بعد ما اخلص كل الكمية هغطي القرص بفوطة واسيبها تختمر تاني حوالي ربع ساعة. بعد الربع ساعة هدهن وشها بقشطة، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 على رف وسط. ما بتاخدش حوالي 20 ل25 دقيقة. أول ما تتحمر من تحت نقيد عليها الشواية من فوق على طول. وملحوظة برضو مهمة، أول ما تخرج من الفرن نغطيها علشان تفضل طرية زي ما احنا شايفين، طرية جدا والريحة تجنن قلب الدنيا بصراحة. أتمنى إن كلكم تجربوها جنب كوباية شاي بقى، يا سلام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.